مرحبا ماي سويتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون زينين. عبالكم راح اسوي فيلر؟ لا مستحيل. قبل كانت الفكرة ببالي معطول اقدر اكبر شفايفي بالبيت، ما راح استخدم الفيلر. بعض البنات استخدموا هذا القبع، انا اسميه القبع، والبعض الاخر استخدموا هذا الجهاز الغريب واني ابد ما قطع عقلي، وايضا استخدموا الجلاسات الرفيعة بطل البيبسي، وهذه الشغلات ابد ما حبيتها. بديت افكر واقول اكيد اكو طرق ثانية تكبر الشفايف بدون ما نستخدم لا الفيلر ولا هاي المنتجات. فلقيت طريقتين كل سهلة وبسيطة، فاذا حابين تعرفوها تابعوا الفيديو للأخير. ويلا خلونا نبدأ. فالطريقة الأولى هي تقشير الشفايف وتكبيرها. فكل اللي نحتاجه هو سكر، فازلين، زيت جوز الهند وقرفة. مثل ما شفتوا شفايفي شوية منفوخة ببداية الفيديو، لأن أني صورت الفيديو وسويت المقشر وقشرت شفايفي، وبعدها شيكت الفيديو كان الفيديو مو واضح، فاضطريت اصور من جديد واسوي مقشر جديد واقشر شفايفي. طبعا هذا المقشر روعة، ينفخ الشفايف عبالك مسوين فيلر. انصحكم بهذا المقشر. مثل ما تشوفون هنا اني دمجته صار بهذا الخليط. إذا تحبون تموعون زيت جوز الهند يكون أسهل لكم، مثل هذا اللي أنا مسويته بالفيديو. وراح أستخدم أيضا فرشة أسنان. أنا يعجبني أستخدم فرشة صغيرة تكفي، فرشة صغيرة، الفرشة الخاصة للأطفال، لأن ما تأذي الشفايف هواية. وبديت أقشر شفايفي، وراح تقولون رغم تشبيهها سادة خشمها، لأن ما أقدر أشتم ريحة القرفة أبد ما أحبها. فدا أتنفس من حلقي وأقشر شفايف، وبعدها أكيد راح أسد أنفي بهذا الشكل، أتنفس من حلقي وأقشر شفايفي. دائما من أسوي هذا المقشر أسد أنفي وأقشر شفايفي وأتنفس من حلقي أكيد. وبعدها بعد ما قشرت الشفايف راح أستخدم منديل، وهذا المنديل راح أزيل بيه كل المقشر. وبعدها مثل ما تشوفون شفايفي نفخت وصارت بوم. وبعدها بالاسفنجة خليت الفاونديشن. والخطوة اللي بعدها حتى نكبر الشفايف بعد أكثر راح نسوي الكونتور والهايلايت. راح أخذ هذه الباليت من أنستازيا بيفرلي هيلز، وراح أستخدم هذا الكونتور. هذه الدرجة كلش أحبها، تناسب لون بشرتي. فراح اخليها تحت شفتي السفلية، وبعدها راح اخذ الهايلايتر وراح اخليه فوق شفتي العليا، وراح اخليه ايضا على الخطين اللي موجودين فوق الشفة. بعدها مثل ما تشوفون هذه الخطوة كبرت الشفة بشكل مو طبيعي. وبعدها راح انتقل لكونتور الشفايف. تحديد الشفايف في البداية لازم نحدد أطراف الشفة حتى نكبرها. مثل ما تشوفون هنا عندنا خط لونه أبيض، راح نرسم الخط على الخط اللونه أبيض حتى نكبر الشفايف. وطبعا البنات اللي يريدون يكبرون شفايفهم بعد أكثر يقدرون يعلون الخط إلى الأعلى. فلا ترسمون الخط على الشفة نفسها، لا ارسموه على الخط اللي لونه أبيض اللي خارج الشفة. ومثل ما تشوفون فقط بالتحديد صارت الشفة كبيرة ومتروسة. والخطوة اللي بعدها راح اسوي كونتور للشفايف. هذه الخطوة تسوي فيلر للشفايف، يعني هذه الخدعة كلش تفيد لتكبير الشفايف. وبعدها راح اخلي حمرة مات اي مطفية. هذه الحمرة من ميك اب فور ايفر، رقمها 105 على الاغلب، راح اخلي لكم على الشاشة الرقم. راح اضيف حمرة جلوسي بالوسط لونها يكون فاتح. هذه الخطوة تساعد على تكبير الشفايف. من تخلون حمرة جلوسي لو لونها فاتح افتح عن الحمرة نفسها تكبر الشفايف وتعطيها فيلر. وبعدها الخطوة الأخيرة والمهمة بالنسبة لي هي تحديد الشفة. دا استخدم هذا الكونسيلر الروعة من ميك اب فور ايفر. هذا الكونسيلر كلش أحبه، وبهذه النتيجة أكون انتهيت من تكبير الشفايف فقط بالمقشر والمكياج. أتمنى تكونون حبيتوا هذا الفيديو. إذا حبيتوه لا تنسون تسوون لايك وتنشروه وتشتركون بقناتي وتضغطون على زر الجرس حتى يصلكم إشعار كل ما أنزل فيديو جديد على القناة. أحبكم هواي وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.